بكل مميزاتها وعيوبها، امي. فجاء عليها مرحله من المراحل ووصلت الى تقريبا شبه يأس من التغيير. يعني قلت هذا الشعب انحدر ذوقه الى منحدر ما بعده منحدر، واصبح كل جيد بعيد وكل رديء هو المي والساحه. وانا اساسا ليا شغل خاص، يعني انا بشتغل في شركه والفن كان كل حياتي. وبعدين جيت وصلت مرحله قلت واضح ان انا مش هعمل، مفيش تغيير. فانقطعت اللهم الا عن الالحان الصوفيه بحكم التدين لطبيعه الواحد الحمد لله. لحد ما جت الثوره وانا بقى جوايا غليان عايز الحن وعايز اعمل تيمات وبعدين كل الركود قام خلاص. يعني زي ما مصر نامت، يعني مصر نامت وفكر مره اخرى. يعني انا عجباني كلمه اغنيه طاهر كتير بعد كده في اغنيه هنقولها ان شاء الله اللي هي حكايه الثوره لما حكاها، قالوا الشعب مسافر، احنا كنا مسافرين الحمد لله على السلامه. فرجعنا فانا لقيت قالوا الشعب مسافر فين؟ ده طاهر بيقول حكايه الثوره، بيقول من 30 احزان وخريف زرعوا الخوف جوانا، ملكوا حياتنا بشكل مخيف، خلوا العتمه سمانا. قالوا الشعب مسافر واحنا بنبني في ذاتنا. ففعلا مصر تيقظت ويعني نفضت غبار النوم عن كاهلها وكذلك عن كاهلي. فلقيت جوايا ثوره فنيه. طاهر اللي بيكلمني قال انا عندي كلام بقى قلت له تعال. فهو كان كاتب الكلام 25. وصل لي على ما اتقابلنا 9 قبل رئيس السابق ما يتنحى بيومين لحنا اغنيه امي مصر. يوم ما تنحى فورا ساعه لان احنا لو حضرتك تفتكر يوم الجمعه ده كان يوم يعني كان مصر توتر الموضوع، وبصراحه حسن البلد كنا لدرجه ان احنا خفنا على مصر. انا اترعبت على البلد لدرجه ان انا اتناقشت مع اخ ليا كنت بقول له يعني كفايه كده، انا خايف على. قال لي لا مش كفايه يمشي. طب مش هيمشي دماغه ناشف. قال لي في 80 مليون دماغهم ناشف. فلما مشي حسني احنا فرحنا، مش يمكن مش مفرحين اكتر من فرحنا على البلد انها استقرت. فعملنا طاهر كتب تيجي نحكي ده في وقتها؟ في وقتها ساعه ما بنحكي بالظبط تيجي نحكي. ايوه هنحكي وهنتكلم عن ثورتنا. النصب ربنا بارك فيها وخلص يا النصب ما صدقنا خلصنا كلها وحضرتك لحنتها في نفس اليوم دفقه واحده كده. وطاهر يمكن يتكلم بقى عنها. نعم. يعني اسمع، يعني انا عايزه اعرف بس الاستاذ بدوي عبد الدايم الملحن السكندري قال انا توقفت الفتره. كان يائس من التغيير، كان يائس ان حتى يبقى في امل في بكره مستقبل مصر مختلف. حضرتك هل جالك فتره توقف ولا الانتاج كان الشعري؟ يعني اقول لحضرتك على مستوى الكتابه انا كنت بكتب اغاني في بعض شرايط الكاسيت المطربين النجوم، يعني منهم شاعر الحال طارق الشيخ ومطربين تانيين. واصلا بعمل كتب. فلكن كان في جرح كبير. يعني دواوين شعريه الكتب ولا؟ لا بالنسبه للدواوين كان دواوين عامل حوالي 8 دواوين شعريه. نعم. واخد بال حضرتك؟ نعم. لكن بالنسبه للبلد كان في كده جرح كبير جدا جدا. يعني الواحد في عدم يعني الشعر الوطني كان موجود في انتاج حضرتك ولا ما موجود كان؟ بس كان ضد. يعني مثلا هقول لحضرتك على حاجه، اقول لك على حاجه من الحاجات اللي كتبتها قبل الثوره مثلا. يعني مثلا ايه حسب التعليمات قررنا رفع المعاناة عن الشعب باستيراد 150 ونش وأساتك للضغط. احنا صناع البسكوت أول من كتبوا الشعر والتفانين الرأس، وبنفهم في الحنجل والمنجل ونفك السحر. حظك قدامك لكن ما تفتح عينك، ما انتاش محتاج النور، انت منور ومصور أحلامك. فتح مخك قدامك نقط البوليس قوات الأمن والجيش، فتفضل عيش. عايز تهرب اهرب، الحاره الجايه جمارك. عايز تهرب اهرب. ايوه الحاره الجايه جمارك ونقط تفتيش. اتفضل عيش اتفضل عيش. دي كتابات ما قبل الثوره. كان في ترقب، كان في خوف، لكن انا شخصيا كنت براهن على حاجه. انا بقول ان الحضاره سلوك. بس يا ريت تعلي صوتك حضرتك يا استاذ. الحضاره سلوك. الحضاره العظيمه دي ما راحتش هباء. 7000 سنه مصر مش بنايات قديمه بس. مصر حاجات موجوده في الجينات الوراثيه. نعم. الحضاره المصريه العظيمه جدا جدا ظهرت في الثوره اللي حصلت يوم 25 يناير. نعم. انا شخصيا كان عندي امل ان الثوره تقوم، لكن امتى مش عارف. يعني لان انا فعلا يوم 25 كتبت الاغنيه بتاعت قوم يا مصر. وكان عندي يقين ان صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ فهم خير ابناء الارض. نعم. مصري الجندي يعني ايه جندي؟ يعني محارب، يعني رجل شريف، يعني بني ادم.
يعني حر بني ادم طبعا. ما هو المحارب ايه؟ يعني الجندي ما تنطبقش على محتل مثلا. لا اطلاقا. كلمه جندي لا اطلاقا. الجندي تعني الرجل الحر الحي، تعني قضيه بالظبط. فالمصري نعم. المصري ده تركيبه غريبه جدا جدا. عشان كده 7000 سنه دول لم يضيعوا غباء، بالعكس ظهرت بقى. نعم. ظهرت في اثناء الثوره، لان كنا بنتدارب بعضينا وبنحب بعضينا وبنخاف على بعضينا وبنحاول ما ندخلش اي حد غريب. اتعملت لجان شعبيه بعد السقطه الامنيه اللي حصلت. نعم. الناس في مصر ما افتكرش ان حصل حادث طائفي في الوقت ده. يعني تعتقد معي ان الثوره دي لو نعم. قامت في مجتمع زي مجتمعنا نعم. قوامه 85 نعم. مليون مع الانفلات الامني نعم. مع يعني عدم وجود امن تماما، نعم. كانت الامور ممكن تستقر بهذا اطلاقا. يعني القتل ما كانوش يبقوا في الشوارع مثلا بالعشرات مثلا. انا هرجع لكلامي في حته الحضاره. نعم. يعني ايه حضاره؟ يعني ايه كلمه حضاره؟ الحضاره توازي السلوك. نعم. السلوك. نعم. المصري خلال السنوات الالوف اللي فاتت ديت اختزن كل الحاجات دي جواه. سلوك. هو نعم. كان عنده ازمه، ما كانش عارف يتكلم. انا من ضمن شعراء على مستوى مصر ياما قلت في كل حته في مصر، كنتش عارف اتكلم. اطلع زمان في اسس كافه الحريه ومركز الابداع، يطلع وكيل وزاره الثقافه يقول الميكروفون ده بتاع الحكومه. طب انا من بره مصر يا جماعه. طب ده ما هو ده ميكروفون الحكومه بقى. اسمح بقى بالميكروفون الحكومه نفرح معانا الشعب. الشعب مش شعب الحكومه.